هاي ماي شولر. النهارده ميعادنا مع التقييم الرابع لطلاب الصف الثاني الثانوي. يلا بينا نبدأ. السؤال الأول جراماتيك فيلا دي ريشتجا أنتفورت أوس. اختار الإجابة الصحيحة. طبعا هنا الجراماتيك مخصص على الجزء بتاع حروف الجر الزمنية اللي هي زايت وفور وفير. طيب يلا بينا نشوف كده أول سؤال. بيقول لي ماين برودر ماخت نقط 5 Monaten ein Praktikum bei Vodafone. يعني ايه؟ اخويا عنده براكتيكوم تدريب عملي لمدة 5 شهور. طيب انا هنا هوت الاختيارات بتاعتي، احنا متفقين من خلال الاختيارات اعرف انا بتكلم على درس ايه. فير فون وزايت وفور، يبقى هنا حروف الجر الايه الجديدة بتاعتي. طيب لما يجي لي حاجة زي كده ابص على اللي جاي ورا حرف الجر اللي هي كلمة ايه؟ 5 Monaten. طيب خمسة ايه؟ اشوف كلمة، يبقى 5 ده رقم، لازم الكلمة اللي هتيجي وراه جمع. اشوف الجمع بتاع كلمة مناط يعني شهر، الجمع بتاعها منات. الله، امال الان دي ايه؟ الان دي بنضيفها للجمع في حالة لو الكلمة سابقها زايد او ايه او فور. طيب زايد او فور يبقى نبص على طول على الفيرب اللي موجود عندي، الاقي فعل مضارع عادي خالص، يبقى في الحالة دي زايد. السؤال الثاني قال لي برضو نقط فاريز دو ان برلين. الاجابة فور فور دراي يارن، يعني منذ ايه 3 سنوات. تمام، يبقى هنا بيسألني على أداة استفهام. طب فور الأداة بتاعتها ايه؟ فان. نيجي السؤال الثالث فور، المرة دي بقى جايب لي حرف الجر. فور احنا قلنا فور او زايد بيجي وراه أداة نكرة بس فيها تغييرات شوية عن المعتادة عندنا. فور اجي اقول كلمة فوخ، مش هي الأداة بتاعتها اينر؟ حلو جدا، قلنا اينر بتبقى ايه؟ اينر. السؤال الرابع فان بيز دو ناخ أسوان جفارن. انت رحت أسوان امتى او سافرت الأسوان امتى؟ هنا فان، يبقى الإجابة طبعا مين؟ فور رقم ب. 5 زايت اينر، هنا برضو نفس الفكرة، اينر يبقى كلمة الأداة بتاعتها ايه؟ دي. يبقى نبص كده كلمة مناط، لا مناط دير. كلمة يار الارتكل بتاعها داس. تاجن الكلمة جمع، يبقى في الحالة دي مين؟ بخ. تشوس.